كابتن محمود الدرة واحد من أجمد الفرم في رياضة كمال الأجسام الحديثة، وأسلوبه في التمرين أثر وألهم ناس كتير. الفكرة إن في ناس كتير من التيار العلمي بيهاجموا أسلوبه في التمرين وبيقولوا إن هو تمرين مش مفيد، لأن هو بيلعب تكرارات أكتر بكتير من المفروض يلعبها، والمفروض الشخص الطبيعي ما يقلدوش. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ تعال نعرف سوا. وبصفتنا اختلفنا مع كابتن كبير في التمرين، تعال نسأل اللي بيفهم عنه. تنانين اللعبة أبطال المدرسة القديمة. عكس الشائع، ابطال المدرسه القديمه ما كانوش مدرسه واحده، كانوا مدرستين كبار. المدرسه الاولى اسمها الماسل سبينرز، اللي بتتمرن زي كابتن محمود الدره، تكرارات عاليه، اجهزه اوزان متوسطه، وبتنهي المجموعه قبل ما تجيب اخرها قوي. على راس المدرسه دي طبعا عمك ارنولد. على الجانب الاخر مجموعه ممكن نسميها الهيفي ديوتي او الهيفي ليفترز. المجموعه دي كانت بتتمرن على الشكل التاني خالص، اوزان تقيله، تمارين مركبه. اسلوبهم في التمرين شبه الباور بيلدرز حديثا، اللي هو ناس بتخلط بين رفع الاثقال وكمال الاجسام. واحد من اشهر الناس دي ريك بارك مدرب ارنولد، واحد تاني زي مايك ميتزر. عشان نشوف ناس بتتمرن بهذا الاسلوب، تعال نبص للمجموعه دي من عمك توشيكي، باور بيلدر، لعيب رفع اثقال ولعيب كمال اجسام. دي مجموعه بيلعبها بوزن تقيل جدا زي ما انتم شايفين، وعمال يدوس على نفسه يدوس على نفسه لغايه ما جاب اخره ووقع من المجموعه شبه ميت. برضه ما جاوبناش على السؤال اللي من ايام المدرسه القديمه، مين فيهم الصح؟ العلم جاوب لنا على السؤال ده بطريقه بسيطه قوي. عندنا قاعده اسمها هنمان، بيقول لك العضلات دي متقسمه كتل كتير، اهم حاجه تشغل الكتل او الوحدات الحركيه عاليه المقاومه اللي عندها القابليه انها تتضخم بسهوله. هتقول اشغلها ازاي؟ هقول لك المخ بيخلي دي للاخر، بيشغل عضلاتك بالتدريج لغايه ما يضطر يشغلها. عشان تشغلها قدامك خيارين: انك تلعب زي الماسل سبينرز تكرارات كتير لغايه ما تتعب العضلات من تحت لفوق لغايه مخك يضطر يشغل عاليه المقاومه دي، او تعمل زي الهيفي ليفترز ان هم يتمرنوا باوزان تقيله تكرارات قليله عشان ما يتصابوش، فالمخ يضطر يشغلها كلها من الاول. طيب هتقول لي اعرف منين انا وصلت لها؟ لما تبقى قريب من الفشل العضلي، انك تلاقي اخر عده بتاعتك بتبتدي تتحرك كده اهو والوزن تقيل وبتتحرك بالعافيه كده، ساعتها انت حفزت العضلات، او زي عمك ارنولد ما كان بيقول ان اخر كام عده هم دول اللي بيبنوا العضلات بجد. معنى كده ان الاسلوبين في التمرين علميا صح، عمليا انهي انسب لك دي بتبقى فوارق فرديه. بس تعال نتكلم كفنيين، مين فاضي فينا يتمرن حسب الاسلوب بتاع كابتن محمود الدره ان انت هتضطر تتمرن 6 ايام في الاسبوع على الاقل، بينما اسلوب الهيفي ليفترز انت ممكن تتمرن عليه 3 4 ايام وتجيب نفس النتيجه. كان معكم دكتور مروان عبد اللطيف. لو عجبك الفيديو ده ابعته لاصحابك، ولايك سبسكرايب وشير، وبص